سمعنا مع بعض والتقرير من نادي الزمالك مع الاستاذ ممدوح عباس رئيس النادي والمستشار احمد جلال ابراهيم عضو مجلس الاداره. نروح للكابتن ابراهيم يوسف كابتن مصر وكابتن نادي الزمالك وعضو مجلس اداره نادي الزمالك. كابتن ابراهيم ازي حضرتك؟ اهلا يا كريم، ازيك يا حبيبي؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله حبيبي، الحمد لله رب العالمين. سمعنا واحنا بنتكلم شويه الكلام اللي قلته الفتره يعني قبل ما التقرير. بسم الله ما شاء الله عليك يا كريم. يعني طبعا عرض بامانه، يعني عرض حقيقي جدا وعرض منطقي والحقيقه ما فيهوش اي مجامله. انت اتكلمت بشكل جيد جدا، وايضا الاستاذ ممدوح والمستشار احمد جلال اتكلموا بشكل جيد جدا. وانت عارف يعني احنا روح الاسره الحقيقه موجوده ما بيننا طبعا قبل الاجتماع وبعد الاجتماع وقبل ما نبقى اعضاء مجلس اداره وبعد اعضاء مجلس اداره، لان احنا مالناش الا البعض وكلنا اولاد النادي ومفيش مزايده على حب اي حد لنادي الزمالك على الاطلاق. كابتن ابراهيم، حسيت الفتره اللي فاتت ان الاعلام بيشعل الامور شويه في نادي الزمالك؟ والله بص يا كريم، يعني انا يعني مش عايز اقول ان في تربص يعني، لكن ما اعرفش يعني انا احساسي ان نادي الزمالك صوره مصغره من مصر يعني. احيانا القط بيبقى جمل يعني الحاجه البسيطه، وفي نفس الوقت برضو يعني انا شايف ان قيمه نادي الزمالك نادي بيمر عليه اكتر من 100 سنه يا كريم. ايوه، بحجم نادي الزمالك ببطولاته وبنجومه عبر تاريخه في كل الالعاب الحقيقه. معلش يعني ده قدرنا ومعلش ولازم نتحمل. كابتن، فكرتوا في ايه في مجلس الاداره النهارده وانتوا بتتناقشوا في الثلاث حاجات؟ الموضوع حسن شحاته، موضوع شيكابالا، موضوع احمد حسام ميدو. شوف يا كريم، يعني طبعا احنا برضو والثلاثه يعني نجوم كبار جدا في نادي الزمالك وكلهم ولاد نادي الزمالك، وانتوا على الترابيزه برضو نجوم يعني. ما انتوا كنتوا نجوم في نادي الزمالك وما زلتوا كاعضاء مجلس اداره. انا عايز بس افكرك، انت نسيت حازم امام ضمن اعضاء مجلس الاداره. ما انا قلت كابتن حازم والله. طبعا ممكن يعني الاسم جري بس شويه مني. انا ما سمعتش. طيب ماشي. طبعا بص يا كريم، زي ما حضرتك بتقول احنا كلنا اولاد نادي الزمالك وجايين اصلا نخدم نادي الزمالك كلهم في موقعه. وزي ما بقول يعني انا مش عايز طبعا اكتر كتير في قيمه حسن شحاته بالنسبه لنا الحقيقه. قيمه كبيره جدا. احنا على المستوى الشخصي بنحبه، على المستوى المهني حدث ولا حرج. وطبعا احنا يعني في منتهى السعاده النهارده باللي حصل، ان كابتن حسن طبعا احنا جددنا الثقه فيه. وزي ما حضرتك سمعت كده من الاستاذ ممدوح ان انا تعمدت اصيغ هذا القرار عشان اقطع كل الطرق صياد الماء العكر زي ما بيقولوا، ان هم يتدخلوا ما بيني وما بين علاقتي بالكابتن حسن طبعا. ايضا المنصور ابو جاسر، لكن كلنا كاعضاء مجلس اداره يعني، حتى اللي خدوا القرار الجلسه اللي فاتت، الجلسه امتدت. احترامنا طبعا وجهه نظر الاستاذ ممدوح، هو الاكبر، هو شايف الامور ممكن بشكل اقل عصبيه ومننا. وفي نفس الوقت طبعا ده الكبير بتاعنا، انت عارف يا كريم يعني. أيوة. احنا اتربينا في نادي الزمالك، في الكابتن حلمي، في الكابتن مهندس حسن عامر، في المهندس حسن ابو الفتوح، في الكابتن نور الدالي، في المستشار جلال ابراهيم، يعني في كتير. انا مش عايز انسى الاستاذ دكتور كمال درويش، الاستاذ مرتضى منصور. طبعا كل دول رموز. تولى فتره الدكتور محمد عامر، الاستاذ مرسي عطله، يعني كل رؤساء نادي الزمالك. برافو عليك. طبعا انا اسف اذا كنت هنسى حد يعني، طوال بقول لك 100 سنه زمالك يعني. فطبعا اللي انا عايز اقوله الاستاذ ممدوح طبعا كلم الكابتن حسن شحاته واللي هو صبري كلم الكابتن حسن شحاته وكلم معانا كلنا. هو كابتن حسن الحقيقه يعني اكد لنا ان هو طبعا مستعد لخدمه نادي الزمالك في اي موقع، وده طبعا مش كتير ولا مش جديد على الكابتن حسن. بيكن كل تقدير واحترام، وهو زي ما انت قلت يا كريم يعني وجهه نظر في تقديم الاستقاله ان هو حب يرفع الحرج. وطبعا يمكن احنا حاولنا نتصل بيه برضه، هو ما عرفناش نتصل عشان برضه يسيبنا. احنا طبعا ما وصلناش لنا لوجهه النظر دي. فلما طبعا وصلت لنا وجهه النظر، طبعا بروح الاسره، بروح الديمقراطيه اللي احنا بنعيشها في نادي الزمالك الحقيقه، في ظل وجود هذا المجلس الحقيقه بمنتهى الامانه، كل واحد بيدلو بدلو وكل واحد بيقول كلامه، لكن في الاخر طبعا يهمنا مصلحه نادي الزمالك، يهمنا مسيره نادي الزمالك اللي احنا يعني النهارده بحثنا على الاستقرار، بحثنا على اعلاء للقيم والمبادئ يا كريم، ودي مهمه جدا. التمسك بقيمه كبيره زي كابتن حسن وجهازه كله الحقيقه فردا. فطبعا وضع طبيعي قدام اللي احنا شفناه ده، لابد ان مجلس الاداره يقرر. نمره واحد طبعا تجديد الثقه في كابتن مصر. تجديد الثقه ولا رفض الاستقاله؟ يعني كلمه تجديد الثقه تحس انه حصل
مثلا نتائج مش كويسه خالص على الاطلاق. يعني انا يعني كلمه تجديد الثقه دي بشوفها كده وبحس كده يعني لا يعني ده تجديد الثقه دي يا كريم، كأن الاستقاله دي لم تقدم، وكأن احنا ما خدناش قرار على الاطلاق بان احنا نقبلها يعني. ايوه تجديد الثقه طبعا، والمسانده الكامله من كافه اعضاء مجلس الاداره بالاجماع للكابتن حسن وجهازه في المرحله الهامه القادمه ان شاء الله، عشان نفرح جمهور نادي الزمالك ان شاء الله ببطوله افريقيه ثم الاشتراك في كاس العالم للانديه. طيب كابتن ابراهيم، كان في 2 من اعضاء مجلس الاداره النهارده مش موجودين، الاستاذ عمرو الجناني ويعني هو في رحله عمل في ايطاليا، والاستاذه او مدام روكسان محمد حسن حلمي. النهارده انا شفت طبعا ورقه مكتوبه من مدام روكسان انها بتفوض مجلس الاداره في كل قرار يتخذه هذه الجلسه طبعا، ودي حاجه طبعا معروفه، ان احنا عارفين ان احنا هنتفق كلنا على صيغه هذا القرار. الحاجه الثانيه طبعا الاستاذ عمرو الجنايني تم الاتصال بيه تليفونيا في رحله العمل، واكد لنا دعمه الكامل لقرار مجلس الاداره في تجديد الثقه بالكابتن حسن وجهازه. تمام. كابتن ابراهيم، موضوع شيكابالا يعني اتناقش بشكل، وبرضه في حاجه محيراني يا كابتن ابراهيم في الموضوع ده، ومش عارف شيكابالا عمل يعني ليه سبب الموقف ده. يعني شيكابالا كل ما بتفرج على اهدافه ولعبه مع نادي الزمالك وعلاقاته الشخصيه سواء مع مجلس الاداره او مع اللعيبه او مع الجهاز الفني او حتى معايا واحنا اصدقاء، يعني مش عارف، بستغرب ايه سبب موقف شيكابالا مع الكابتن حسن، رغم ان يعني حضرتك عارف ان طول الموسم وحتى الناس شايفه ان الجهاز الفني شيكابالا موجود في الملعب على طول، معامله مميزه جدا. شيكابالا بيخطأ والجهاز الفني بيحاول يرجعه ومفيش مشاكل. ايه سبب الموقف اللي حصل؟ يعني انتوا كاعضاء مجلس اداره مثلا ما حدش اتصل بشيكابالا وساله ايه السبب في تهجمه والموقف الصعب اللي عمله مع كابتن حسن يا كابتن ابراهيم؟ بص يا كريم، انا اكلمك بكل امانه، احنا اثرنا الموقف النهارده وكل يوم الحقيقه يعني. طب لان احنا يعز علينا طبعا كابن من ابنائنا، وانت الحقيقه اتكلمت عليه يا كريم بشكل جيد. بس شيكابالا لعيب كبير، مش محتاج كلامي، بس موقف غريب منه قوي يا كابتن ابراهيم. ولكن يا كريم برضو ايه يعني هو سبب الازمه اللي فيها نادي الزمالك دي كلها هو شيكابالا. يعني ال 20 ثانيه اللي طلع فيهم في الملعب هم سبب ازمه نادي الزمالك دلوقتي، اللي احنا الحمد لله بنعتبرها سحابه صيف وعدت، لكن هي سبب الازمه. خلينا نتكلم بمنتهى الامانه يعني. صح. يعني الحاجه الثانيه ان احنا قرارنا بيبقى تربوي. يعني النهارده انا ما بقطعش رقبه ابني، ما ينفعش يا كريم، لكن انا لازم لما يعمل خطا زي ما حضرتك قلت عليه غير مبرر وغير منطقي ومفيش حد يقبله، لازم يكون لنا رد فعل يعني. صح. مش عشان حسن شحاته. لا، لو اي مدير فني او اي مدرب مكان حسن شحاته، مش قصه حسن شحاته بس. طبعا يعني ما ينفعش طبعا. فاحنا شفنا ان رغم قسوه القرار، يعني انا بعتبره دي يا كريم اقصى عقوبه تعرض ليها لاعب كوره في تاريخ الكوره المصريه. ايوه بامانه يعني. يعني اول حاجه المبلغ المالي الرهيب، الناس طبعا يعني بتتكلم على يعني ايه 25%. طب كابتن 25% كده يعني اللي وصلني ان في 25% من لعيبه نادي الزمالك اللي هي نسب المشاركه مش هياخدوها. بالظبط دي 25% غير 25% بتاعت نسبه المشاركه، لان هو وصل له 50% كده يعني وصل له 50% من العقد. احنا كلمنا احد خبرائنا في اللوائح المحليه والدوليه وهو نصر عزام، حضرتك عارفه طبعا. قال لنا ان ممنوع ان اي عقوبه ماليه ان تتجاوز 50% من قيمه عقد. يعني انت ممكن، يعني انت كمجلس اداره اقصد يعني. ايوه، ما ينفعش يعني اعمل عقوبه ماليه تتجاوز ال 50%، تعدي ال 50%. بالظبط. يعني طبعا لو احنا شلنا ال 25% اللي هي نسبه المشاركه، انت بتتكلم على 50%. يعني شيكابالا هياخد 50% من عقده السنه دي. بالظبط. فهو خد 50% اللي حضرتك بتقول. طبعا احنا بالنسبه لنا لما كابتن حسن كتب لنا التقرير، هو خلى طبعا العقوبه تبقى قويه اكتر من الفلاح، لان هو عمل برضه خطا كبير جدا يعني. ايوه. طيب كابتن ابراهيم، يعني موضوع اعاره شيكابالا، هل في عروض ولا ما فيش عروض وصلت لنادي الزمالك؟ لا اكيد. بص يا كريم، يعني كل الناس بتستنصح ومستنيه قرار نادي الزمالك بدراسه العروض، واحنا تعمدنا ان احنا في القرار نقول دراسه العروض. يعني احنا مش هنرمي شيكابالا كده لاي بلد، لاي عقد، لاي نادي، لا، بقيمته بقيمه نادي الزمالك برضه، وبرضه يعني يروح يلعب في فرقه بتلعب كوره كويس. طيب في بلد بتلعب كوره كويس. سؤال مهم يا كابتن. طبعا. لو تخيلنا السيناريو، وده الاقرب والممكن يحصل في الفتره اللي جايه، ان شيكابالا
الزمالك مثلا جاله عرض مميز والزمالك موافق عليه لاعاره شيكابالا لمده موسم، وشيكابالا ما رضيش، ودايما في الاعاره لازم اللاعب يوافق. ما هو بص يا كريم، يعني العند في الامور دي مش لمصلحه اللاعب. يعني النادي مش هيخسر حاجه، لكن انا اكلمك بامانه، احنا كاداره مش خسرانين حاجه خلاص. لكن هو اللي خسران. احنا بص برضه، احنا يهمنا مصلحه الزمالك واحد ومصلحه اللاعب برضه. ايوه يعني النهارده شيكابالا مش من مصلحته. انت بتعاقبه عشان تقومه، مش بتعاقبه عشان تذبحه. بالظبط. وده يعني يروح سنه ويتقوم ويحس ان هو اخطا وكده، وبرضه يعني ككابتن حسن اللي هو كعقوبه من اللي حصل في الفتره اللي فاتت، وبعد كده شيكابالا يعني لو بقى يرجع تاني يجي له عروض، ما يرجعش الله اعلم، بس انت بتعمل عقوبه وفي نفس الوقت برضه مش عايز تذبح اللاعب عشان برضه النادي الزمالك يستفاد واللاعب يستفاد. بالظبط. يعني شوف يا كريم الفرق ما بين معامله مجلس اداره نادي الزمالك لميدو وشيكابالا. ميدو موضوع فني، وهو خد فرصته زي ما حضرتك بتقول فعلا، وعرفت بمنتهى الامانه، وخد فرصته. احنا يعني ايه از انلكي، يعني احنا بنحلل حاله ميدو مع الكابتن حسن الجهاز الفني اسماعيل يوسف وانا وحازم ك بتوع كوره في المجلس. ايوه. ان وارد جدا لعيب ما يبقاش موفق في المكان ده، في الحته دي، في التوقيت ده. لكن ابننا اللي بنطبطب عليه برضه، وهنقعد معاه انا والاستاذ ممدوح والكابتن حازم على اساس برضه نتمنى له التوفيق ونفسخ العقد بالتراضي، وهو لو ليه اي حق عند الزمالك طبعا هياخده. أيوة. يعني ونتمنى له التوفيق ونتمنى له ينجح في اي مرحله خارج مصر، لان ميدو مش هيلعب جوه مصر الا في نادي الزمالك يا كريم، وانت عارف الكلام ده. ايوه. فاحنا بنساعد نفس القصه شيكابالا، بس شيكابالا سلوكي. ده موضوع يعني ما فيش مقارنه بين الاثنين. النهارده عملنا جواب، يعني انا الحقيقه تاثرت جدا من الجواب اللي مبعوث من نادي الزمالك مجلس ادارته لميدو الحقيقه يعني. لكن ميدو يستحق. لكن شيكابالا انا بقول ان ده ابننا غلط غلط كبير، واحنا دايما بنقول الكبير غلطه كبير يا كريم. طبعا. فلازم يتحمل، ولازم انا كان نفسي يتقبل العقوبات ويطلع في مؤتمر صحفي يقول انا غلطت فعلا. حسن شحاته ده ابويا ورمز من رموز النادي، وده كابتن ولا المدير الفني، ودي على فكره تكبره جدا. وعارف ممكن كان موقف كابتن حسن يتغير لو حصل كده. بص كابتن حسن طيب قوي. يعني انا بكلمك بقى، يعني انا مش بقول ان كابتن حسن موقفه هيبقى كذا، لا ممكن، انا بقول ممكن لو كان شيكابالا بادر وحس ان هو اخطا وعمل كذا وكذا كان ممكن. الله اعلم. انا قلت السيناريو ده للكابتن حسن يوم الثلاث لما اللي فات لما قعدنا معاه، قلت له يا كابتن حسن شيكابالا يعتذر ويروح لك البيت ويعتذر قدام الناس زي ما هو غلط قدام الناس، وبرضه العقوبه الماليه وبرضه الاعاره. فالكابتن حسن سكت. انا عارف حسن شحاته ده عشره عمر، قلبه طيب جدا، جدع، ابن ناس، ابن بلد. يعني عارف نضيف نظافه، وهو هيتعامل مع شيكابالا كأب، دي حقيقه. لكن هو شيكابالا بص، اولا اللي حواليه، مشكله شيكابالا يا كريم اللي حواليه بالظبط، ما عندوش حد بيتخذ، ما فيش حد بيديله نصيحه زي كريم، كله بيسخنه وكله حاول يرضيه. للاسف الولد محتاج حد يكون جنبه يطبطب عليه يحضنه، لان هو الولد معدن طيب، يعني معدن كويس. وسيبك من موهبته، احنا بنتكلم على السلوك يا كريم، واحنا كلنا اولياء امور وبنعرف نربي يا كريم. يعني ما ينفعش يكون عندك ولد. ما هو عشان كده انا مستغرب من موقف شيكابالا، يعني ولا الزمالك مثلا خسران، ولا شيكابالا الجهاز الفني بيضطهده، ولا كذا ولا كذا ولا كذا. موقف غريب جدا. احنا بنحاول نتصل بيه. بص يا كابتن، انا عارض دلوقتي قدام، مش عارف حضرتك شايفنا في التلفزيون ولا لا، انا عارض هدف شيكابالا في نادي الاسماعيلي، المباراه اللي ما كملتش، وكان وشيكابالا رايح ان كان ساعتها كابتن حسن يعني اللي خسر من امبي وكده. بص شيكابالا رايح له بيقول له يعني انا عايزك انت. فسبحان الله انا مش عارف، انا فعلا نفسي شيكابالا هو اللي يجاوب على السؤال ده. ده محتاج ايه السبب يا شيكابالا؟ ايه السبب الموقف ده؟ انا بص يا كريم، من خلال برضو برنامجك الجميل ده، انا يا رب يكون في شيكابالا سمعنا، او الناس اللي بتحبه تنقل له يا جماعه، الناس اللي بتحبه وتحب نادي الزمالك، شيكابالا لازم يرجع نادي الزمالك. القرار اتخذ يا كريم ولا رجعه فيه. انا اكلمه لمصلحه شيكابالا ولمصلحه نادي، فلا بد ان هو يجي ويعتذر محمد بدر منه. مش العقوبه بس يا كريم هي اللي هتقوم شيكابالا على الاطلاق. هو لازم يحس ان هو اخطا. برافو عليه، الشعور بالخطا تجاه هذا الرمز. يعني مدير فني دي نمره واحد، وحسن شحاته دي نمره واحد ونمره 100. فانا بقول دي بالعكس، دي كبره قوي،
لانه كل نادي الزمالك بيحبوه، وهتكبر جدا شيكابالا، وفي نفس الوقت مصلحته لازم يجي يقعد معانا. وانا عايز اروح الحته دي، اروح في اوروبا، لان احنا شرطين كمان على فكره يا كريم ان الاحتراف يكون خارجي، مش ده طبعا. سيبك بقى من، لان شيكابالا اولا ما بيعرفش يلعب في غير في نادي الزمالك في مصر، حضرتك عارف الكلام ده كله. أيوة. نفس الكلام اللي بيتقال على ميدو وعلى كل ولاد نادي الزمالك اللي اتربوا في نادي الزمالك، اللي اخلصوا لنادي الزمالك. لكن انا بقول ان يلعب سنه واحده فقط، يعني الاعاره لمده موسم واحد، على اساس انا متاكد ان شيكابالا هيرجع كل اللي احنا بنتمناه، زي ما احنا كلنا بنتندر بحسن شحاته وفاروق جعفر وطه بصري وكباتننا الكبار دول كلهم. هنقول هذا الكلام على شيكابالا. اتمنى يا رب ان اصدقاء الخير اللي حواليه ان هم ينقلوا له هذا، لان الفجوه بتوسع وشيكا هو اللي خسران. ربنا يكرم يا كابتن ابراهيم ان شاء الله. وبرضه كنت سامع ان في عقوبه على رزاق بخصم 10,000 دولار من مستحقاته بسبب طرده في مباراه افريكا سبورت وغيابه عن نادي الزمالك لمده 4 شهور و4 لقاءات مهمه في دوري ابطال افريقيا. بص يا كريم، برضه انذار لشيكابالا، لان احنا هنوقع عليه برضه اكبر جزء مالي في الواقعه دي على لاعب محترف، لان لازم يعرف مين هو نادي الزمالك، ايه قيمه نادي الزمالك. معاه جهاز فني على اعلى مستوى، معاه جمهور قبل كل طبعا شيء جمهور الزمالك على اعلى مستوى، اداره محترمه جدا بتحب اللي بيعطي للنادي ويخلص له، لازم يعرف الكلام ده كله. فطبعا لكن رزاق كل اللي عمله طبقا للائحه يا كريم، يعني مفيش حاجه ايه خارج اللائحه، يعني المدير الاداري حماده انور بيطبق اللائحه بناء على كابتن حسن لما بيقرر والمخالفات اللي اللعيب بيقع فيها. فانا بعتبر اللي حصل لرزاق ده عادي، يعني ده شيء عادي، شيء طبيعي. كابتن ابراهيم، كان في رساله منك او من مهندس رؤوف جاسر اللي انتوا اللي تطلعوا تقولوا البيان، يعني كنتوا عايزين توصلوا رساله ولا كانت حاجه تلقائيه يا كابتن ابراهيم؟ لا يا كريم والله حاجه تلقائيه. اولا الاستاذ ممدوح فاجئنا كلنا عبر وسائل الاعلام انه قال اللي كتب البيان وصاغه المهندس رؤوف جاسر وابراهيم يوسف. انا ما كنتش حابب ده، بس انا فخور بده لان انا عملتها لا ارادي بصراحه يا كريم. يعني حاجه طبيعيه، ما في يعني مش مصطنع او مش عايش عشان تفهم الناس حاجه معينه. الناس برضه القريبين مني ومن نادي الزمالك يا كريم، وانت اولهم يعني. ايوه، عارفين ابراهيم يوسف كويس، وعارفين ابراهيم الكابتن حسن بالنسبه له ايه. يعني ما فيش حد يزايد. طيب يا جماعه، اخر سؤال بقى، وده سالته الكابتن اسماعيل يوسف، كان معايا في مداخله من حوالي 4-5 ايام. مين اسماعيل يوسف؟ وجود اسماعيل يوسف في الجهاز الفني لنادي الزمالك بيسبب لك احراج، او لما بتيجي تاخد قرارات ضد الجهاز او بص يا كريم، يعني اولا اسماعيل شرف ليا، يعني لو ما كانش اخويا انا اتمنى انه يكون اخويا بامانه يعني. وانا مش عايز، لان رايي برضو عارف انت برضو ايه. اصل كابتن اسماعيل قال لي لا، يعني لما انا سالته نفس السؤال قال لي هو عضو مجلس اداره ودي وجهه نظره واحنا طبعا بنحترمها ومفيش مشكله. انا يمكن احيانا ببقى قاسي شويه بيني وبينك، يعني مش زي ما الناس فاهمه. لكن هو طبعا شخص محترم، ابن من ابناء النادي، كابتن النادي وكابتن مصر، تاريخ مشرف، مهذب جدا، مخلص جدا في عمله. يعني حاجات امور زي ما بقول لك، انا سعيد ان اسماعيل شقيقي مش اخويا، يعني زي سيد وزي كل اخواتي. لكن انا في المجلس او اثناء العمل، وحضرتك عارف يا كريم يعني هنا على المستوى الشخصي انت جيت معايا كتير واتمرنت الحمد لله تحت ايدي يعني. بس كان نفسي اكمل لغايه ما اوصلك لعيب دولي يا كريم. ما فشلت يا كابتن ابراهيم في النقطه دي. لكن لا ان شاء الله عقبال حسن. الله يخليك يا كابتن. ان شاء الله تفرح بيها. الله يخليك يا كابتن. عايز اقول لك ان انا في العمل منضبط شويه، احيانا ببقى صارم، احيانا ببقى قاسي، احيانا على الناس حبايبي يعني. لكن صدقني ما ببقاش قاصد، ده من المصلحه العامه. حبي لنادي الزمالك طبعا، تربيه نادي الزمالك، وحضرتك عارف طبعا ان احنا ده عمل تطوعي يا كريم. تمام. يعني مش الغرض منه اي حاجه، لكن انا بحب كل يعني. بص انا دايما بقول انا عنصري لكل ما انتمي اليه، من اول بلدي لغايه ناديه لغايه وظيفتي حتى كضابط شرطه. كل ولادي اللي انا اتعاملت معاهم انا بحبهم قوي واتمنى لهم الخير. يعني عارف انت تمام. انت بتتمنى لاولادك يكون احسن منك. يعني انا نفسي كريم يبقى احسن، زي عبد الرحمن يبقى احسن، يعني فاهم؟ أيوة. دي مشاعري. بالظبط. اسماعيل يستحمل، معلش يا كريم بقى يستحمل شويه. استحمل الفتره اللي جايه بقى. استحمل بقى. بشكرك كابتن ابراهيم، وان شاء الله بالتوفيق ليك والمجلس الاداره وكل نادي الزمالك في الفتره اللي جايه. وبس عايز قبل ما